السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل الفطيرة الخطيرة اللي انتوا شايفينها ديت، فطيرة من الجلاش. هنعمل نوعين من الفطاير مختلفين في الحشوة، طعمهم خطير. هنبدأ مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب لفة جلاش زي ما انتوا شايفين كده، وهنبدأ ندهن الصينية بتاعتنا سمنة. معانا سمنة مسيحاها في الميكروويف، وهدهن الصينية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. هدهنها سمنة من كل حتة ومن الجوانب ومن الأرضية، وبعدين نبدأ نرص الجلاش بتاعنا زي ما انتوا شايفين. طبعا لازم اول طبقة من الجلاش تكون سليمة يا جماعة، مش مقطوعة. تمام، هنحطها زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو هندهنها سمنة من كل حتة كده. كده بعد ما حطينا كام ورقة من الأرضية، هبدأ ان انا احط جلاش من الطرف كده يا جماعة، واسيب نصه بره. تمام كده يا جماعة، هنبدأ بقى نحط الحشوة بتاعتنا. هنبدأ نحط جبنة مبشورة زي ما انتوا شايفين، جبنة مشكلة عبارة عن موتزاريلا ورومي وشيدر، وبعدين نحط سوسيس شرايح. طبعا السوسيس دوت انا مسوياه ومقطعاه زي ما انتوا شايفين، وبعدين برصه كده داخل الفطيرة. وبعدين طبعا تحطوا الحشوة اللي انتوا عايزينها يا جماعة، لحوم تحطوا، فراخ تحطوا، تخليها كلها جبن من غير لحوم ولا حاجة، براحتكم خالص. دي طبقة جبنة شيدر، جبنة شيدر، وده زيتون. اللي عندكم عايزين تحطوه ممكن تحطوه عادي، ما فيش اي مشكلة. هحط طبقة جبنة تاني، جبنة مبشورة زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ نقفلها دلوقتي. طبعا هناخد اخر طبقة احنا حطيناها هنقفلها كده اهوت زي ما انتوا شايفين، وندهنها برضو سمنة، وبعدين ناخد الطبقة اللي بعدها برضو وندهنها برضو سمنة، وهنعمل كله بنفس الطريقة. ماشي، طبعا مش هنسيب شكلها كده، هنحط طبقات جلاش نحطها كده، وهندخلها جوه الفطيره كده، علشان ما تبقاش طالعه لفوق وتتحرق مننا او تبوظ شكل الفطيره بتاعتنا. ندخلها كده من كل ناحيه. ماشي، بعد ما دهناها كده يا جماعه الصينيه الفطيره بتاعتنا، وهنقطعها. طبعا نكون احنا مشغلين الفرن ومحميينه، وهنقطع طبعا التقطيع اللي انتوا تحبوها. نجيب هنا بيضة، هنحط عليها شوية ملح وفلفل اسمر، ماشي، نطرة كده بسيطة.
وهنحط شويه لبن، تقريبا نص كوبايه او كوبايه لبن، وبعدين نقلبها. وهنحطها على الجلاش بتاعنا من كل ناحيه كده. نوزعها بالفرشه تتوزع على كل الصينيه كويس. زي ما انتم شايفين اهو. دلوقتي بقى هندخلها الفرن وهرجع لكم تاني. دلوقتي هعمل فطيره تانية معاكم بالفراخ البانيه. هندهن الصينيه سمنه برضو، نفس الخطوات اللي احنا عملناها في الفطيره التانية هنعملها هنا، بس هوريها لكم برضو علشان تاخدوا بالكم منها. يبقى ممكن نعملها كلها كده وندهنها. نعملها كلها ايه، نعمل ورقة الجلاش نص بره ونص جوه. طبعا لو في اي ورقة مقطوعة من الجلاش يا جماعة بنحطها في نص الفطيرة علشان ما تبانش معانا، مفيش اي مشكلة. هنبدأ بقى نحط الحشوة بتاعتنا. هنحط الجبنة المبشورة، وبعدين نحط الفراخ البانيه. الفراخ ديت انا مسوياها ومقطعاها زي ما انتم شايفين. طبعا كل الحشوه بتبقى مستويه يا جماعه، يعني لو حطينا حطينا لحمه بنبقى مسويينها قبل ما نحشي بيها الفطيره. تمام. حطيت جبنه شيدر وزيتون، وهنحط طبقه جبن تاني مبشوره. بحب اكتر الجبنه الشيدر لانها بتدي طعم بتسيح جوه المعجنات او اي حاجه، يبقى طعمها حلو باي مخبوزات. هنبدا نقفل الفطيره زي ما احنا شايفين. برضو هناخد اخر طبقه عملناها وهندهنها زي ما انتم شايفين. هندهن الطبقات كلها. طبعا هنا علشان نخلي وش الفطيره حلوه يا جماعه بنجيب ورقه جلاش ونغطي بيها ايه الفطيره من فوق كده، وندخلها من الاطراف كده علشان ما تبانش. زي ما انتم شايفين اهو بنساوي الاطراف بتاعتنا عشان ما تبانش معانا، وعلشان كمان منظرها يبقى حلو. زي ما انتم شايفين. وهندهنها برضو السمنه من فوق. نجيب بيضه ونحط فلفل اسمر وشويه ملح نص كوبايه اللبن بتاعتنا، ونقلب وهنصبها على الخليط بايه على الفطيره بتاعتنا زي ما انتم شايفين. هنبدا نوزعها بالفرشه كده اهو.
كده الفطيرة جاهزة اهي، هندخلها الفرن وبعدين نرجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله، الفطير طلع معانا اهو. ديت فطيرة السوسيس وفطيرة البانيه، جميلة يا جماعة، تحفة تحفة تحفة، جربوها هتعجبكم جدا. عامل زي الفطير المشلتت كده، يعني هو جلاش عامل نفسه مشلتت. هتعجبكم جدا، والحشوة كمان والجبن سايحة جوه، عاطية طعم خطير زي ما انتوا شايفين، مورق. طعمه خطير. ديت فطيرة السوسيس، تحفة ما شاء الله، خطيرة ومقرمشة من بره وطرية من جوه، والجبن مطرياها كمان. تحفة يا جماعة ما شاء الله، هتعجبكم جدا. نشوف فطيرة البانيه. ما شاء الله جميلة برضو. جميلة والله يا جماعة. لو بتسألوني عن رأيي أنا أنهي أحلى فيهم، البانيه طلعت تحفة جميلة جدا، وطعمها خطير. تنفع لأي وقت بصراحة، تنفع غدا تنفع عشاء. لو في ضيف جالك فجأة وانت محتارة تعملي ايه، ممكن الفطيرة دي تنقذك. جميلة والله يا جماعة، وهتعجب كل ضيوفك وهتعجب ولادك كمان ما شاء الله، وبألف هنا. يا ريت يا جماعه ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم.